جزاؤه وهذه المحكمة جزاؤه هو ذاك المعتقل الذي تنتبه فيه كل شروط السجن المدني كما هو معنون كعنوان أمام تلك المؤسسات. السجن المدني بالعاصمة ليس بالسجن المدني، وكل ما يقع من داخل السجن نحن بعلم عائلتنا الأبرياء هناك الأبرياء بذلك السجن أكثر من الجنان، وهذا واقع القضاء المغربي وعلى رأسهم معتقلي الأحداث الأخيرة أحداث رياش إمسون وكتاب. إذا كسكرتارية وكمكاتب فروع وكمؤسسين وكعائلات المعتقلين نتشكر بمصادرنا الديمقراطية العادلة والشعور ألا وهي الإفراج على أولئك الأبرياء من داخل السلاسل نظام الرجال وعلى رأسهم معتقل الجمعية الوطنية عضو اللجنة التحريرية المؤتمر العاشر الكاتب العبد الثابت السكرتارية الإقليمية عضو مجلس التنسيق الإقليمي. إذن للمكاينة نتشكر بمثلنا المطلبي بشكل الديمقراطي والمادي برامجنا النضالية نستمر في الغد القريب أمام السجن في كل الشوارع ودقة مدينة العاصمة وإقليم العاصمة. عهد الله سوف ينعقد مجلس التنسيق الإقليمي من أجل التساؤل لكل ما يحدث وسيحدث في إقليم العاصمة، سواء في ملف المعتقلين سواء في ملف التشغيل وما يشوبه من سفونية ومحسوبية والشواط في داخل هذا الإقليم وفي كل المؤسسات المحليات والمؤسسات الخارجية من الناحية النضالية وكل المعتقلات وعائلة المعتقل الحاضرين معنا بهذا الشكل النضالي على درب شهدائنا الأبرار، على درب معتقلين الشرفاء سائرون حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروع التحقيقي.